يأجوج ومأجوج ظهروا ببابل ولازم نهاجمهم قبل ما هم يهاجمونا. هذا الكلام ما طلع من رجل دين ولا طلع من رجل عادي، هذا الكلام منسوب إلى رئيس أكبر دولة بالعالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام منسوب إلى جورج دبليو بوش، يقول لجاك شيراك الرئيس الفرنسي حتى يقنعه بالهجوم على العراق. ويقال انه جاك شيراك جمع مستشاري وسألهم عن هذا الكلام. هذا جاي يسولف اكو هيك حكي. وطبعا بوقتها طلعت هواية اسباب لاحتلال العراق، من ضمنها انه لقوا كنوز الملك قلقامش ووياه كذلك اسرار كثيرة خطرة. ومن ضمن الكلام ايضا انه الحرب كان سببها البوابات النجمية الموجودة بالعراق. وبصراحة كل وحدة من هاي الأسباب يراد لها حلقة كاملة نسولف بها أنا وياكم، وإن شاء الله نسويهن. وبعيدا عن هاي الأسباب الخفية صحت أو ما صحت، فالسبب المعلن بذاك الوقت أنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. يابا مو أنتم دزيتوا المفتشين ودوروا العراق شبر شبر، بعد وين أسلحة الدمار؟ لا أنتم عندكم أسلحة دمار. يابا مو البلد محاصر 13 سنة وأكل ما عندهم العراقيين ياكلون، منين بعد اسلحه دمار شامل؟ لا انتم عندكم اسلحه دمار شامل. يابا ترى العراق عنده مفاعل واحد وضربوه جماعه النجمه الزرقاء بالثمانينات، بعد مين يجيب النووي؟ لا انتم عندكم نووي. ولانه عالمنا عالم منافق تميل به الناس والدول للاقوى، فالناس صدقت كلام امريكا وكذبوا العراق واحتلوا العراق. واليوم وبعد 23 سنة هم يريدون يسوون هجوم، وهم بسبب أسلحة الدمار الشامل اللي هي ما موجودة أصلا. لكن باحتلال العراق مثل ما قلت لكم الأسباب الخفية ما مو واضحة، يعني كل واحد يقول موجودة أو ما موجودة. أما بهاي الحرب لا، وزير حربهم قال احنا جاي نحارب أوهام نبوية. يعني هالمرة مصرحين بأسبابهم الخفية وما مستحين بعد، وثوب انه احنا نحترم الانسان وهاي السوالف ذبوه خلصوا من عنده. والشيء اللي يختلف ايضا بهاي الحرب انه الجماعه كانوا مستعدين، وامريكا تبين قوتها بس على الدول الضعيفه اللي ما عندها سلاح او اللي عندها شبه سلاح. فحرفيا بهاي الحرب انهانه واهانه عظيمه، وكل الاسلحه اللي جاي بيها مدى تؤدي الشيء اللي جاي يردوه، ولا قدروا يحققون اهدافهم. تخيل هسه يريدون يحققون هدف واحد اللي هو فتح المضيق اللي كان اصلا مفتوح قبل الحرب. يعني تخيل انت تطب حرب هو كل شيء ماكو، فتصير ازمه، فتريد تطلع من الحرب وتحل هاي الازمه وتعتبر نفسك منتصر، اللي هي بسببك اصلا صارت هاي الازمه يعني. والله اخبار حقيقه. ورغم قوتهم العسكريه الهائله فما قدروا يفتحون المضيق الا بالتفاوض، وحتى هذا التفاوض هم فشلوا به، لان بنتهم صاحبه النجمه الزرقاء ما تحترمهم، واخلت ببنود الاتفاق وسوت جرائم يندى لها جبين الانسانيه. هاي اذا الانسانيه موجوده طبعا، لان هي الدول اللي تدعي الانسانيه تقتل بنات واطفال بقصف جائر على مدرسه. فبعد الانسانيه هاي نسول اياها شويه، خلينا نسولف بواقع مر تمر به هاي الدنيا ويمر به هذا العالم وتحكم هاي الدول. فاليوم احنا امام واقع جديد، اكبر واقوى جيش بالعالم بدون منازع عاجز امام دوله صار لها محاصره 46 سنه، عاجز حتى يفتح مضيق اللي هو ممر مائي دولي، عاجز حتى انه يسوي مفاوضات. وكل خطوه جاي يسويها جاي يصير ضدهم وتنقلب عليهم. ليش؟ لأن هذا دليل قاهرية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه كل طاغية لازم يعرف، سواء كان دولة أو كان شخص، لازم يعرف أنه الظلم لابد ينتهي، وربك يقضي على الظالم بأبسط الأسباب. أنا أقول الحمد لله اللي رب العالمين مد بعمري وأشوف الدول اللي حاولت أنه تذل العراق، والعراق ما ينذل إن شاء الله، العراق قوي، ولكن اللي تجرأت على العراق اليوم أشوفها واقفة وحائرة وتتوسل بالرايح وباليجي. الله يحفظنا ويحفظ كل العراقيين ويحفظ كل شيعة أمير المؤمنين بحق محمد وآل محمد. في أمان الله.